زي المتابعين في فيديو جديد وتأليف جديد من العيار التقيل جدا. أغنية حزينة لو حصل بينا من تاني لقاء. الأغنية الحزينة دي تم إصدارها يوم 9 يونيو 2025، وللأسف ما حصلتش عدد مشاهدات كبيرة. وللأسف يا أعزائي المتابعين أنا مضطر إلى إعادة إصدار هذه الأغنية الحزينة، وهي دي أغنية حزينة رقم 5 من مجموعة الأغاني الحزينة السبعة. يعني كده فاضل 2 أغاني حزينة هننزلهم على يوتيوب، ويبقى كده خلصنا مجموعة الأغاني الحزينة السبعة. أعزائي المتابعين، الأغنية حزينة لو حصل بينا من تاني لقاء. هقرأ لكم جزء من كلماتها. لو حصل بينا من تاني لقاء ويشفي حزن الفراق، وأكون مبسوط جدا وأنا معاك، ما أنا هعوز إيه من الدنيا دي غير إني أكون معاك. ما كنتش متوقع، بس للأسف حدث ما كان لم يتوقع، والقلب شال وتوجع من بعد الفراق. أغنية حزينة دي يا أعزائي المتابعين، يعني أنا حرفيا لما ألفتها قلت ده مستحيل ما تجيبش أرقام مشاهدة عالية. فأنا يعني أنا مش فاهم إيه إزاي حصل كده، وإزاي يا أعزائي المتابعين يعني أنا مستغرب إزاي الأغنية الحزينة دي جابت أرقام مشاهدة قليلة جدا. وطبعا يا أعزائي المتابعين إحنا بنألف الأغاني الحزينة كلمات، ما بنكتبهاش ونغنيها، لأن إحنا ما يعني الغنى مش مجالنا، مش طريقنا. إحنا بنكتفي بكتابة الأغاني الحزينة فقط ككلمات، وده إبداع مني وفن، لأني نفسي أدخل مجال الفن، فأنا بحاول أبدع بقدر المستطاع. واللي يقولك بقى إن يوسف القناص عامل 20 صفحة انستجرام والهبل اللي بنسمع عنه ده، فيعني زي المتابعين ما تصدقوش يعني الناس اللي بتهري ديت ما تصدقوهاش. الصفحة الوحيدة للانستجرام بتاعتي اهي، وقريب جدا كمان يا اعزائي المتابعين انا هقفل بيج الانستجرام دي، لاني شايف ان تطبيق الانستجرام يعني تطبيق زبالة ومعفن وقذر، وكل حاجة فيه قذرة، ويعني بجد تطبيق خرا بمعنى الكلمة. فأنا بفكر حرفيا إن أنا ما استخدمش تطبيق الانستجرام ده تاني. أعزائي المتابعين، لسه من شوية أصدرنا أغنية حزينة أهلا اللي هي مش لاقي كلام أقوله. طبعا الأغنية الحزينة دي أتمنى تنال إعجابكم، وأتمنى إن انتوا تتفرجوا عليها وتحبوها زي ما أنا حبيتها، وكتبت كلماتها بإبداع رهيب جدا يا أعزائي المتابعين. وطبعا اللي لسه ما اتفرجش على قناتي ولا اشترك فيها، القناة موجودة بعنوان القناص إديتور، والعنوان ده مش هيتغير يا أعزائي المتابعين على مدار السنين. أشوفكم في فيديو جديد. سلام.